السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو جديد إن شاء الله يكون عبارة عن تجميع أو ملخص للغرز الأساسية اللي اتعلمناها مع بعض، سواء في الباترون برموزها وكمان بحروفها بتكون مكتوبة في الباترونات المكتوبة، ونتعلم إزاي بمجرد ما أنا أشوف الشغل قدامي أعرف إذا كانت دي غرزة حشو أو نص عمود، بحيث أفرق بينهم حتى لو هما قدامي في قطعة مشغولة أو أنا بشتغلهم. كل ده علشان تكون الأمور أسهل. القطعة اللي قدامكم دي أنا عملت سلسلة البداية ورجعت اشتغلت كل سطر عمود بلفة، ولكن اشتغلته في الحلقة العادية زي ما اشتغلت معاكم في فيديوهات المبتدئين. ولكن هنشوف اهو، ادي غرزة العمود بلفة. اشتغلت فين؟ اشتغلت عادي خالص زي ما بشتغل هنا، وقلت لكم بعدين في تريكات كده بتبين الشغل بيكون مظبوط اكتر ازاي. دي من التريكات اللي بتخلي الشغل مظبوط اكتر. ودي قطعة تانية اشتغلتها الشغل المظبوط اللي هو فين؟ في الحلقة الخلفية. اشتغلت معاكم في الحرف ده تمام دلوقتي، لكن دلوقتي الشغل المظبوط بنشتغل فين؟ في ظهر الغرزة هنا. ما بشتغلش في حرفين الغرزة. خلاص كده احنا يعني خلاص انتوا كده عرفتوا الغرز الأساسية. خلاص دلوقتي بتركبي غرز تعملي بقى شغل مظبوط. فخلاص الشغل المظبوط بعمل هنا العمود اهو، بيبقى غلس شوية. لو بتعملي كوفية او شال هيكون شغله صعب شوية، ولكن انت بتسعي لان انت تعملي قطعة متقنة مظبوطة. يكون حرفين الشغل زي بعض زي ما هنشوف حالا اهو. شوفوا اشتغلت هنا، ادي الشغل العادي اهو، ده العمود العادي، وده عشان اشتغلت في ظهر الغرزة. شوفوا دي تخيليها معايا لو دي سلسلة البداية وانت اشتغلتي كوفية وارتفعتي بالاسطر، فبتكون الحرف النهاية زي حرف البداية. شوفي بقى القطعة التانية اهي معانا اهي، سوري اهو، زي ما اشتغلنا واحنا بنتعلم. شوفي بقى الفرق بين الشكلين ازاي اهو اهو. الحرفين دول ده الشغل المظبوط، ده الشغل العادي اهو. شوفي الحرف هنا، تعالوا نعملهم كده جنب بعض اهو. شوفي ادي الفرق، ده شغل مظبوط ده شغل عادي مش غلط. ولكن شوفوا بتحسوا حتى ان دي خلاص مظبوطة اكتر عندي اهي، واضحة جدا هنا اهو. لما بشتغل كده تخيليه بقى شال كوفية، الحرفين لما بيكونوا زي بعض ده بيبقى من مزايا الشغل ده انه شغل متقن. بنقول ملخص او مراجعة. السلسلة عندنا في الشغل اللي هي السلسلة مجرد اللي انا رافعاها دي بتبقى اسمها تشين بالانجليزي، والاختصار بتاعها في الباترونات المكتوبة رمز سي اتش. الجزء التاني من الصفحة ده غرز تانية. تاني حاجة عندنا هي الغرزة المنزلقة، بتبقى سليب ستيتش، بيكون اختصارها او في الباترونات المكتوبة اس ال او اس تي. السلسلة دي بيكون شكلها دايرة مفرغة، ولكن المنزلقة بتكون دايرة مقفولة أو متلونة بالأسود زي هنا. شوفوا ادي السلسلة. ولما بيكون في الباترونات اهو زي هنا في باترونات اللي بتبقى ألوان، السلسلة الحمراء بيكون أو اللون المخالف لباقي الباترون بيكون هو دايما نقطة البداية. السلسلة الحمراء كاتب لي هنا هي البداية، والسلسلة بيكون شكلها الدايرة المفرغة دي، والمنزلقة بتكون بالعلامة دي اللي هي نص دايرة أو دايرة غامقة اسود متلونة. وضحت لكم كل ده في الفيديوهات اللي فيها شرح كل جزء لوحده. غرزة الحشو سنجل كروشيه. غرزة الحشو بيكون رمزها رمز اكس. طب اختصارها بيبقى ايه؟ سنجل كروشيه بيكون اختصارها شوفوا اس سي اهو، اس سي. في باترونات بيقولوا على نص عمود عمود بنص لفة بيكون رمزه كده زي حرف التي. زي شوفوا في الباترون ده مكتوب ايه؟ عمود بنصف لفة اللي هو البريد المنزلقة، فكتير بيسموه بريد منزلقة على اختلاف المسميات والبلاد. كده غرزة النص عمود هاف دبل كروشيه، واختصارها بيكون اتش دي سي، اول حرف من كل كلمة. العمود بلفة دبل كروشيه او دي سي اللي هو دي سي. عمود بلفتين او عمود بثلاث لفات او عمود باربع لفات، شرحت كل دول بالتفصيل في فيديو منفصل في فيديوهات المبتدئين كروشيه من الصفر. تريبل كروشيه، دبل تريبل كروشيه، وتريبل تريبل كروشيه. الرموز بتاعتهم اهو، ادي النص عمود تي، العمود بلفة تي وشرطة مايلة، العمود بلفتين حرف تي وشرطتين، والعمود الامامي بالشكل ده والعمود الخلفي بالشكل ده.
قبل ما نكمل عايزة اوريكم كل غرزة بالكلمة بتاعتها بالاختصار او الرمز بتاعها في الباترونات المكتوبة، وكمان بيكون رمزها ازاي في الباترونات المرسومة. السلسلة مجرد السلسلة اللي بنشتغلها بتكون عندنا علامة دايرة مفتوحة بالشكل ده، والمنزلقة زيها بالظبط بس متلونة. ولما بيكون عندي باترون ملون، السلسلة اللي بيكون باللون الاحمر او باللون المخالف ليه لون خط الباترون بتكون هي نقطة البداية، لو هو مش عامل لي سهم ان دي البداية. غرزة المنزلقة سليب ستيتش اختصارها SLST في المكتوب وفي المرسوم زي ما قلنا كده، بتستخدم في نهاية العمل. قلنا بنستخدمها ازاي، شرحنا في فيديو غرزة المنزلقة بالتفصيل وقلت استخدامها فين واديت امثلة شرح عملي في الفيديو. غرزة الحشو اسمها سنجل كروشيه اهو، سنجل كروشيه SC، وده الرمز بتاعها قلت لكم برضو بالتفصيل ان هي بتبقى علامة زائد او علامة اكس. العمود بنص لفة او البريد المنزلقة كتير بيسموه عمود بنص لفة، اللي احنا بنقول عليه غرزة النص عمود. يعني ده كده دي غرزة النص عمود HDC هاف دبل كروشيه. اللي بعده اللي هو العمود بلفة العادي خالص اللي هو البريد، كتير بيقولوا عليه بريد، لكن احنا هنا الدارج بينا في الكلام انه البريد لما نيجي نتكلم يبقى قصدنا يا بريد امامي يا بريد خلفي، ولكن الصحيح انه البريد هو العمود. لما باجي اقول بريد امامي لازم اقول بريد امامي، بريد خلفي، يبقى انا ميزت ان العمود شكله ايه. اللي احنا بنقول عليه عمود بلفة عادي هو في كتير بيسموه بريد، فاخد بالي وقت ما اقول غرزة بريد هي بريد امامي ولا بريد خلفي، لكن بريد في المطلق هو العمود بلفة نفسه. اسمه دبل كروشيه اهو، اختصاره DC، علامته كده، علامته حرف التي وشرطة مايلة. الشرطتين لما يميلوا على العمود بلفة بدل الشرطة يبقى اسمه عمود بلفتين او بريد ثلاثية. تريبل كروشيه TR في الباترونات المكتوبة، وعمود ب3 لفات وعمود ب4 لفات. شرحت دول بالتفصيل في فيديو منفصل وازاي نعملهم وبيستخدموا في ايه. الورقة دي فيها شوية زيادة اللي هو عن العمود الأمامي والعمود الخلفي، وده لما باجي أعمل تناقص بيجيب لي ده رمزه، هنا تناقص في 3 غرز، هنا تناقص في غرزتين هنشوفه حالا عملي. وده لما باجي أعكس هشتغل الغرزة دي قبل الغرزة دي، هنا عطاني إن في فراغ سلسلتين، هنا مفيش فراغ خلاص هشتغل على طول طالما مفيش ولا حتى سلسلة واحدة. والغرزة دي اللي هي الصدفة سواء ب3 أو ب5 أو بأي حاجة على حسب ما يحدد الباترون. طبعا كل ده في نفس المكان، طالما عامل لي زي السبعة كده ومطلع لي شكل الغرز ده معناها ان ده في نفس الغرزة. هنا برضو في نفس الغرزة هيعمل عمودين وبينهم سلسلتين، هنا عمودين وبينهم 3. طيب دي ايه؟ البيكو، غرزة البيكو بنستخدمها في تزيين اطارات الشغل، هنشوفها دلوقتي حالا مع بعض عملي. وغرزة الباف وغرزة البوب كورن تعالوا نشرحهم. ده كده غرزة السلسلة اهي، تمام. هلف الشغل، ارتفعت السلسلة، لما يقول لي سلسلة وهلف الشغل خلاص كده غرزة السلسلة وقلنا رمزها وكله. طيب لو عايزة اعمل غرزة منزلقة ازاي اهو، غرزة المنزلقة بدخل واخرج من نفس المكان، كمان غرزة منزلقة بدخل واخرج من نفس المكان. غرزة الحشو اللي هي اطول منها شوية بدخل وبلف وبخرج، بس بخرج من الاتنين. تاني غرزة الحشو بلف والف واخرج من الاتنين. الغرزة طولت شوية، دي منزلقة، 2 منزلقة ورا بعض، 2 حشو. خلينا نشوف النص عمود ازاي اهو، بخرج من 3. النص عمود بلف قبل ما ادخل، لكن الحشو مش بلف قبل ما ادخل. لما اشتغلهم ورا بعض كده بيديني تمييز اسهل لشكلهم حتى وطريقة شغلهم مع بعض اهو. العمود بلفة بلف قبل ما ادخل الف اخرج من 2 واخرج من 2. تاني عمود بلفة اهو، والف واخرج من 2 والف واخرج من 2. شوفوا شوفوا بيطلعوا كده، شايفين الكيرف ده اهو. غرزة منزلقة، حشو، 2 نص عمود، 2 عمود، عمود بلفتين، عمود ب3 لفات، وهكذا هتلاقي السحبة بتزيد. وده كان الفرق بين الغرز. مهم جدا ان انتي تميزي بين شكلهم. عايزة يا رب يكون واضح، يكون واضحين كده. شوفوا غرزة الحشو زي السبعة اهو، غرزة الحشو اهي. غرزة النص عمود زي السبعة واعتراضها ايه يعني علامة كده عشان لفيت، والعمود بلفة وغيره.
فكيت اللي انا عملته وهنكمل على القطعة دي. هشتغل بقى عادي عشان ندي مثال للحاجات الموجودة عندي في الورقة. هرتفع سلسلتين اهو والف الشغل، وهشتغل مثلا عمود بلف عادي. وتعالوا نشوف غرزة من اللي في الورق. مثلا هنا بيقول لي مجموعة أعمدة، جايب لي الرمز ده. طب الرمز ده انا هعمله ازاي؟ احنا خلاص حفظنا الرموز دي. الاكس حشو، النص عمود حرف تي، حرف تي وعليه شرطة يبقى عمود، عمود بلفتين، عمود امامي. هنشوف دلوقتي. شوفوا العمود الامامي. طب تعالوا نشوف العمود الاول الامامي. العمود الامامي شوفوا الرمز بتاعه اهو، والرمز التاني بتاعه اهو. الكيرف بتاعه على اليمين ده امامي، والكيرف بتاعه على الشمال ده خلفي. فخلينا نشوف. لو كاتب لي في الباترون ان اللي عليه الدور مثلا دي غرزة عمود امامي، فهروح فين؟ هروح هنا ورا العمود. العمود بيبقى قدام الابرة، عمود امامي يعني العمود قدام الابر اهو. ادي غرزة عمود امامي عملتها زي ما الباترون قال. الكيرف قلنا ناحية اليمين يبقى عمود امامي، الكيرف ناحية الشمال عمود خلفي اهو. العمود الخلفي موجود هو والعمود الامامي، فيديو كامل على تفاصيل شغلهم اهو. انا كده عملت عمود امامي وعمود خلفي. مهم جدا حفظ الرموز، بيسهلك بقى الشغل لما يكون معاكي باترون واضح للقطعة اللي هتشتغليها. تعالوا نشوف دي ننفذها ازاي. شوفوا دي هنا زي 8، طب ودول هنا 7، يعني معناها كده في نفس الغرزة. تعالوا نشوف هتفهموا. بصوا ده مثلا هنا ده معناه ايه؟ معناها ان مجموعة اعمدة، هو كاتب لي او مجموعة اعمدة مقفلة بغرزة واحدة. يعني الغرزة اللي بعد كده مثلا اهي عمود، ده التناقص اهو. مجموعة اعمدة محدد لي ان هم عمودين، يبقى هدخل في غرزتين وهشتغل عمودين واقفل. يبقى انا كده عملت، لو جيتوا تشوفوا شكلها اهو 8 ومقفلين بغرزة واحدة وطالعة من غرزتين اللي هو هنا. تاني اهو كاتب لي ادي اول حاجة اللي صابع عندها دي عمودين بس طالعين مقلوبين زي ال8 كده، يبقى هم طالعين من غرزتين. ادي اول عمود اهو، واروح لتاني عمود. باختصار اللي زي ال8 دي تناقص حسب بقى. طب استنوا، هنا قايل لي مثلا 3 عمود، طيب ولا اي مشكلة، هروح عند تالت عمود اهو. شوفوا يطلع عندي 4، ده تناقص في 3 غرز اهو. فهو بالذات التناقص في 3 غرز ده بيبقى موجود كتير جدا في المفارش. شوفوا ادي تناقص في 3 غرز، ادي تناقص في 3 غرز، دخلت في 3 غرز وسحبت زي التناقص اللي في العمودين بالظبط، او التناقص العادي اللي في الغرزتين، وطلعت ادي غرزة واحدة بتاعته. اللي بعده كاتب لي دي واعمدة متعاكسة الغرزتين، بس شوفوا بشتغل فيهم اكس ازاي. اعطيني دي بفراغ سلسلتين ودي من غير فراغ. تعالوا نشوف كده. تعالوا نفك ايه التناقص اللي في 3 غرز ده. تعالوا ننفذ دي مع بعض اهو. اعمدة متعاكسة كام عمود تحت؟ هما 2 بس. اغلب المتعاكس عمودين، ما ينفعش متعاكس اكتر من، الا لو عامل لي بقى عمودين مثلا الناحية دي وعمود كده، هنشوف برضو مع بعض ازاي. اعمدة متعاكسة يعني الغرزة اللي عليها الدور مش هشتغل فيها زي ما عملنا معاكم في فيديو كوفية بحرف الاكس، كانت نفس الغرزة دي بس من غير فراغات. هنروح ادي الغرزة اللي عليها الدور، هروح للي بعدها اهو. ادي عمود اللي قبلها بقى عشان اعمل الاكس هروح فيه اهو، اريحه على التاني وهعمل اهو. ادي الاكس اللي موجودة في الباترون اهي. هنا اهي دي كاتب لي انها من غير فراغات. طب لو بفراغات حاطط لي هنا الدايرتين بين العمودين، يعني معناها سلسلتين. شوفوا اهو، شوفوا العكسي يعني فوتت غرزة وهعمل هنا عمود اهو، وهعمل سلسلتين واروح للعمود اللي قبله اهو. شايفين بقت عندي ايه؟ شوفوا اهو بقى عندي غير اللي قبله. ده الاكس اللي ما فيهاش سلسلتين في النص، ودي الاكس اللي فيها سلسلتين في النص كانت بالشكل ده اهو.
اللي هي دي، اللي هي دي اللي بعد كده دي صدفة. صدفة ب4 عمود في نفس المكان، وصدفة ب3 عمود في نفس المكان. تعالوا نشوف اللي ب4 عمود. يعني بروح لغرزة واحدة. طبعا في اغلب الشغل بتبقى قبلها فراغ، ما بيبقاش في غرز متتالية ابدا الصدفة، غير لو في حاجة فيها كورنيش دي حاجة تانية، وما بتكونش برضو ورا بعض على طول. تعالوا نشوف هيكون عندنا في الشغل ازاي. سيبي بس السلسلة وهدخل. قال لي 4، يعني ادي 1 2 3 4 عمود في نفس المكان. كانت دي الصدفة. في أغلب شغل الصدف بيكون بعدها غرزة قصيرة، يعني مثلا فرضا أهو حشو أو منزلقة، فبتميل كده بتنزل. طبعا بيكون قبلها كده، فبتكون هي دي، قبلها بيكون كده، فبتكون هي دي الصدفة. ولكن احنا هنا تطبيق بس على الباترون، تعرفي هو ده ايه. بداية بس للباترونات، ان هي الباترونات مش مشكلة ولا صعبة، الباترونات جميلة جدا خصوصا لما يكون الباترون واضح. 3 هيكون برضو 3 في نفس المكان زي ال4 دول. قال هنا بعد كده ال7 او الفي اهو عمودين وبينهم سلسلتين، يعني تزايد وبينه سلسلتين، تزايد وبينه 3 سلسلة. طالما هنا النقطة دي واحدة اللي هو حرف الفي او رقم 7 بالعربي، يعني معناها ان انا من غرزة واحدة هطلع 2 عمود بفراغ سلسلتين، او هطلع 2 عمود بفراغ 3 سلسلة. المقلوبة بتاعتها دي او حرف ال8 يعني ايه؟ عكسها بالظبط. اتخيلها قدامي زي ما عملنا حالا مع بعض. اروح ل3 غرز هنا، وهنا هروح لغرزتين اللي هو بالظبط التناقص. هنا تناقص في غرزتين، وهنا يقصد تناقص في 3 غرز زي ما عملنا حالا دلوقتي. غرزة البيكو. غرزة البيكو شوفوا كتب لي هنا ايه؟ ان هنا دايرة هطلع منها ب5 سلسلة. تعالوا نعمل البيكو مع بعض. ارتفع سلسلة والف الشغل. يعني مثلا هنمشي ايه شوية حشو، بتبقى دايما في اطارات الشغل. تمام اهو. نمشي كمان غرزة حشو. البيكو بقى بتبقى ايه؟ ادي 1 2 3. هو عامل لي هنا بيكو بتبقى ب3 او بيكو ب5. البيكو دي بتبقى ب3 او ب5 على حسب انا عايزاها واضحة قد ايه في الاطار. تعالوا نشوف مثلا نعملها هنا ب5 وممكن ب4 حسب وضوحها في الاطار، بس عشان الباترون اللي قدامي كده اهو. واروح هنا في الحرفين دول ومنزلقة. تمام. واروح للي بعدها على طول حشو. شوفوا دي بيكو. امشي مثلا كمان غرزتين حشو اهو. تعالوا نعمل بيكو تانية. 1 2 3. هنا عملناها ب5، تعالوا نعملها ب4 اهو. واروح في حرفين شوفوا اللي هو دول اللي بره دول اهو، اجيبهم الاتنين على الابرة اللي هما وش الحشو اهو. ومنزلقة طلعت معايا غرزتي اهي. اروح بقى للغرزة اللي عليها الدور واعمل فيها حشو. شوفوا استنى. دي كانت غرزة البيكو اللي هو يقصدها هنا في الباترون. هنا كانت ب5 وهنا ب3 حسب ما هو يقول، وكمان حسب الخيط بتاعي. يعني مثلا بخيط ديفا ممكن نعملها ب3 بتطلع جميلة جدا. خيط ارفع قوي او ب5 وشايفة ان الشغل ده مناسب للمشروع ان هي تكون ب5 عاتية البروز وباينة جدا ان انا عاملة اطار للشغل اعملها ب5. دي كانت البيكو اللي هو ايه عاملها عندي هنا، سواء ب3 او ب5 حسب ما هو يكتب في الباترون. دي احنا بنقول بيكو، في باترونات عربي بيكوت على حسب، ولكن الهدف واحد. تعالوا بعد كده غرزة البف. غرزة البف هيناسبها هنا الشغل بغرزة العمود، فخلينا نعمل مثلا ادي عمودين بلفة. لكن طبعا البيكو بيناسبها الحشو الغرز القصيرة عشان هي زي اطار هتبقى بارزة جنبهم زي ما شفنا حالا. طيب غرزة البف. البف بعد الخيوط اللي جوه دي. يعني شوفوا هنا دي 4، هنا كام؟ ادي 2 4 6. يعني دي بف ب4 سحبات ودي بف ب6 سحبات. تعالوا نشوف اللي ب3 سحبات ازاي، برضو بتبقى حسب الخيط. ادي
لفيت، هي بداية شغل العمود عادي. ادي البف، ادي سحبت مرة والف الابرة وادخل تاني اهو، الف وادخل تالت كده، بف بثلاث سحبات واسحب واقفل عليها اهي. ادي شغلة البف اللي بثلاث خيوط، حتى باينين اهم 3 خيوط. تعالوا تاني وراها اهو، ما بتبقاش في الغالب ورا بعض على طول. اللي بعدها اهو، الف وادخل، ادي مرة الف، والدخلة مرة، الدخلة بعدد من اللي موجود في الباترون. التالتة اهو، والف واخرج منهم كلهم واقفل عليها اهو. ادي غرزة البف. شوفوا البف اشغال كتير بتتنفذ بيها لغاية الايس كاب وكوفيات وكل حاجة على حسب ما انت تحبي. طيب البف اللي ب6 سحبات ازاي؟ بصوا اهو، ادي سحبة 2 3، تعوز ظبط ايد قوي علشان الخيط ما يلخفنش وعشان ما يشدش مني او ايه كعبل على بعضه. ادي كام كده؟ 5 دي كده 5، لسه واحدة اهو، واسحب منهم، ادي منهم كلهم، ادي بف. شايفين الفرق بين دي ودي؟ دي ب3 فتلات، ودي طبعا الخيط ده علشان سميك مش مناسب معاه ابدا الغرزة تبقى كده، ولكن مثلا في الخيوط الديفا بتبقى البف بتاعتها على ما تدي شكل البف بتبقى اكتر من سحبتين و3. لكن في الصوف العادي ال3 سحبات مناسبين جدا. نفكها. اللي بعدين دلوقتي غرزة البوب كورن او غرزة الفشارة برضو بالعمود، هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. بتبقى ازاي؟ قايل لي مثلا هنا غرزة البوب كورن هنعد كده كام عمود. شوفوا 1 2 3 4 5 يعني ايه 5؟ شوفوا طالع من تحت ازاي اهو، من هنا 5 وطالع من تحت ازاي، يعني المركز واحد، البداية واحدة، يعني 5 أعمدة في نفس المكان. تعالوا نطبق غرزة البوب كورن. ادي اول عمود، هو قال لي هنا 5، انا عندي الخيط تخين شوية فممكن نعمل 4، لكن خلينا نجربها 5 زي الباترون. ادي 3 كام كده؟ 1 2 3 في نفس المكان، 4 نوسع، 5. طبعا ما بتبقاش منتظمة ورا بعضها، ان انا هعمل فشارة وجنبها فشارة، لا بيبقى باترون بقى هنسيب فراغ، الكلام ده نبقى نشوفه مع بعض في الباترونات اللي فيها غرزة الفشارة. بشد بقى السلسلة كده وبروح في اول عمود فين في الفشارة، فين اهو ده، هدخل فيه واروح بايدي اودي دي اهو واشد. شوفوا اهو، واشد واخرج من هنا. شايفين بقى اهو، دي العلامة اللي هنا اللي هو قال لي كده، دي انا برجع الابرة، بشيل الابرة وارجعها في اول عمود واسحب السلسلة اللي انا عملتها. مثلا ايه، هاخد فرضا فراغ سلسلتين او خلينا 3 اهو. شايفين بقى شكلها؟ ده بقى هيروح للفشارة اللي بعدها هشتغلها، لذلك ما بتبقاش في الغرز المتتالية. ادي غرزة الفشارة بتبقى كده اهي، شايفين هي هنا واضحة، بتبقى بارزة جدا. انا من الناس اللي بيحبوا غرزة الفشارة عن البف، لسبب لان بيبقى مفيش فيها مجال ان الخيط يفتل او يطلع، بتبقى منتظمة علشان العمود بتبقى زي ايه فيها قوام كده عن غرزة البف، بحبها اكتر من غرزة البف. تعالوا نعمل اللي جنبها اهو، بتبقى دايما في فراغ بينها وبين اللي بعدها، وبيبقى مكتوب في الباترون، ولكن هو جايب لي هنا غرزة الفشارة لوحدها يعني رمز بس. اوريكم بس تكنيك شغل. بنفوت مثلا هنا نقول غرزة ونعمل اللي بعدها. ادي اول عمود، تاني عمود قلنا ان هي ب5 عمود، تاني عمود قلنا ان هي ب5 عمود، رابع واحد
خامس واحد اهو، اشد ادخل هنا وارتفع مثلا او ادي فراغ سلسلتين. بصوا ادي غرزة الفشارة. وقت بقى الشغل بتلاقي مثلا انه الاعمدة دي كتير على الشغل، في تقنيات كده بتبقى وقت الشغل نفسه بيكون مثلا البروز ده زيادة على الخيط او كده، لانه طبعا هنا اعطيكي عدد الاعمدة مطلق، ولكن في مثلا اكون بعمل ايس كاب البروز ده هيبقى عالي، طيب ماشي انا ممكن اخليها مثلا 4 عمود. في الديفا مثلا 6 عمود 7 عمود، عايزاه بارز اكتر، فكل ده مش بيضر. البروز ده انت ممكن تحدديه، ولكن دي بتكون في تقنية في الشغل او في مرونة الشغل في ايدك. بعدين هنا قال لي غرزة ايه بقى؟ غرزة الكلاستر. هنا اخر حاجة عندنا هنا في الورقة. بعدين هنا قال لي على غرزة الكلاستر. غرزة الكلاستر دي انا عملت لها غرزة الكلاستر دي انا شرحتها في فيديو كوفية فيه. بعدين هنا عندنا غرزة الكلاستر. غرزة الكلاستر بيكون العمود مش بسحبة للآخر. هنشوف ازاي أعمدة مش مكتملة بالعدد اللي بيطلبه عندك في الباترون. عملت بيه مع حضراتكم هنا في القناة فيديو كامل بغرزة الكلاستر، وكمان ايس كاب بغرزة الكلاستر ب3 سحبات شرحتها فيه بتتعمل ازاي بالتفصيل. فتعالوا برضو نشوفها هنا، وتعالوا برضو نشوفها هنا بتتعمل ازاي. هنسيب غرزة الفشارة زي ما هي. بحبها جدا انا غرزة الفشارة دي، وبالذات في المفارش اللي هي شغل الوحدات. بصوا خدت مثلا هنا ايه فراغ سلسلتين. تعالوا نعمل الكلاستر. هدخل عمود، هو مثلا قال لي هنا اول كلاستر ب3 عمود، فتعالوا نعمل اللي ب3 عمود اهو. ما بسحبوش بقى، يعني ما بكملش كده يطلع عمود، لا بسيب على الابره اهو زي البف، ولكن بسحب من 2. سوري، اخرج من 2 بس. تعالوا نعمل كلاستر اهو. شوفوا زي العمود العادي اهو. انا المفروض العمود العادي هلف واخرج، لا انا هلف وادخل تاني في نفس الغرزة، اسحب ادي تاني سحبة، وهخرج من حلقتين بس، والف واجيب تالت سحبة، عشان كاتب لي في الباترون ان ده كاتب لي في الباترون ان ده كلاستر ب3 سحبات. ادي كلاستر ب3 سحبات. شوفوا ال3 سحبات اللي هم ايه كانوا المفروض هيبقوا 3 اعمدة وما اكتملوش، وبعدين الف واسحب منهم كلهم، وبعدين اقفل عليهم بسلسلة. ودي كانت غرزة الكلاستر، من الغرز اللي بحبها برضو. بعدين بنفوت مثلا سلسلة. تعالوا نشوف بقى اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها على طول اهي. ادي كلاستر ب3 عمود مش مكتمل، تاني عمود مش مكتمل، تالت عمود مش مكتمل اهو. 3 سحبات الحلقة الأساسية، وال3 سحبات يعني بيبقى عندي بتأكد من عددهم كمان ممكن من الحلقات، يعني 4 حلقات على الإبرة، وألف وأخرج من كله وأقفل بالسلسلة. اللي ب5 سحبات بدل ال3 دول هزود، ويبقى كلاستر ب5 سحبات. قدر الإمكان النهاردة في الفيديو شرحت لكم كل الأساسيات ديت. في فيديو النهاردة شرحنا السلسلة والمنزلقة والحشو لآخر الصف ده بالتفصيل، وكل واحد منهم من العمود الأمامي والخلفي واللي بلفتين والعمود والنص ليهم فيديو كامل على القناة في كروشيه من الصفر، شرح بالتفصيل بالرموز بالباترون، بالرموز في الباترون، بالرسومات بالرموز في الباترون أو بالرسوم بتاعتهم سواء الباترون مرسوم أو مكتوب. شرحنا النهاردة دي مع بعض عملي على القطعة اللي كانت معايا دلوقتي. حاولت اوضح انه ازاي ده هو بيساوي التناقص، المركز فوق يبقى معناها تناقص. حاولت اوضح ان دي مثلا زي ال8 اللي فوق ده مركز ايه يبقى تناقص، وهكذا. وانه شرحنا دول مع بعض شغل على القطعة.
الحاجات دي كمان تعرفيها بس مبدئيا كده، ولكن وقت تنفيذها على قطعة او موديل سواء في فيديو او باترون ان شاء الله بتكون سهلة. نعمل ان شاء الله حاجات بكده. عملت معاكم بالكلاستر، نعمل ان شاء الله بعد كده وحدة بالبوب كورن. الصدفة دي في التزيين زي ما قلنا. عملنا غرز قبل كده عملت كوفية قبل كده بالاعمدة المتعاكسة. غرزة البيكو، غرزة البيكو شرحتها في رانر كنت عاملاه وقلت نزين بيه الطرف بتاعه بغرزة البيكو. يا رب يكون رموز الباترون دي بقت قدام حضراتكم الى حد ما سلسة وواضحة شوية، وان شاء الله مع الممارسة الموضوع يكون اسهل. هكمل ان شاء الله في حاجات بالباترون، هكمل ان شاء الله بعد كده بحاجات في الباترون. هنعمل بعد كده ان شاء الله شغل بعد كده مع بعض. اشتغلت معاكم حاجات بالباترون، اشتغلت هنا معاكم على القناه حاجات بتكون من الباترون وشرحته برضو عليه، فده بيديكي مرونه ان انت خلاص تشوفي باترون بقى معمول ازاي، الحروف ازاي تشتغل ازاي كده واحده واحده. هيبقى الشغل من الباترونات سهل، بس تحديدا لما تكون الباترونات واضحه، لان في باترونات مش بتكون واضحه مزغلله، الاعمده مش متقنه، يعني في الكتابه كده البروز باين، الشرطه باينه، لا شرطتين. شرحت برضو حاجات هنا في القناة، هنا في القناة برضو شرحت كذا حاجة كانت من الباترون. الباترونات حلوة جدا بالذات لما يكون باترونات واضحة. نكمل ان شاء الله في الباترونات ونشرح ان شاء الله وحدات تكون في الباترون. ممكن نجيب شوية باترونات ونشرحهم كده من غير ما نشتغلهم، يعني نقول دي بتبقى عاملة ازاي، اتصرف ازاي. نجيب باترونات ان شاء الله ونشرح عليها. استنوا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله عن الباترونات بس بشكل تاني، ولكن ده الشكل اللي هو يعتبر البداية. يا رب اكون قدرت اوضح لكم اللي انا عايزه اقوله. يا رب يكون الفيديو، يا رب يكون الشرح في الفيديو ده واضح، ولا يا رب ان شاء الله يكون شرحي في الفيديو ده واضح. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا استفدتوا ولو بشكل بسيط. لو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.